السلام عليكم اخوتي الرجاويين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعنا لكم فيديو جديد مع شنو طريف الرجاء اللي غنشوفوا فيه عقوبات الوكلاء على الرجاء والقرار اللي اتخذته التراس ايجلز من اجل الدعم المادي للفريق، وغنشوفوا ايضا ماتش الرجاء كونتر اسفي واش بصح الزنيتي ما غيكونش حاضر ولا لا، وايضا قضيه هيرفيغاي. بدايه وقبل كل شيء، الا كنتي اول مره تشوف القناه فتقدر تشترك معنا باش تولي فرد منا، وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ونبداو بالعقوبه اللي ضربتنا بها العصبه الوطنيه بسبب بعض اعمال شغب خارج الملعب ومن اشخاص مجهولي الهويه. فكيفاش حكمتي عليهم انهم رجاويين وعاقبتي الفريق بهذه العقوبه القاسيه؟ للتذكير، العقوبه هي 4 ديال الماتشات بدون جمهور زائد غرامه ماليه قدرها 50,000 درهم. واش هاد اعمال الشغب اللي قامت بها هاد الاقليه القليله تستاهل هاد العقوبه كامله؟ هذه من جهه، ومن جهه اخرى وكما كل مره كنقولوا انه كاين غياب تكافؤ الفرص. فإلى رجعنا للموسم الماضي، الماتش ديال تطوان كونتر الغارين، فكلنا شفنا احداث الشغب اللي كانت داخل وخارج الميدان، وفي المقابل شنو ضربوهم؟ فقط ماتش بدون جمهور وغرامه ماليه ديال 10,000 درهم. ففين هما تكافؤ الفرص في هذا الدوري هذا؟ مع العلم اننا في ماتش ديالنا ضد تطوان كانت الاجواء اخويه داخل الملعب، فقط بعض الاشخاص القلال اللي داروا هذه الاعمال. فكيفاش حكمت عليهم انهم رجاويين على هذه البطوله؟ قسما بالله. على كل حال، النادي ديالنا استأنف هذا القرار ونتمناو ما يسكتوش على حقهم. فلحد الان المباراه ديالنا ضد اسفي ستجرى بدون جمهور، الجمهور اللي هو كيتعتبر مصدر قوه ديال النادي، هما كيحاربوا فيه باش يضعفوا الفرقه. ولكن المجموعه ديال الايجلز قرروا انهم يدعموا الفريق ماديا عن طريق اقتناء تذاكر المباراه بالرغم ان الماتش بدون جمهور، الشيء اللي تفاعلت مع الاداره بالايجاب، وقاموا بوضع تذاكر افتراضيه للمباراه ابتداء من 20 درهم. فبالرغم ان اعداء النادي يديروا اللي يديروه مادام الرجاء داير بها هذا الجمهور، عمرهم يقدروا يطيحوها. وصدق من قال الجمهور هارس ملا. دابا اجي ندويو على الماتش ديالنا كونتر اسفي، الماتش اللي كيجي في الجوله 22 من البطوله الوطنيه، الماتش اللي غيكون يوم غد على الساعه 6 داخل الميدان ديالنا. الماتش الالي اللي كنا تعادلنا فيه 2-2 وضيعنا 2 نقاط باخطاء دفاعيه، فنتمنوا ما يتعاودوش هاد الاخطاء، حيت الان وحنا في المنعرج الاخير من البطوله ما بقاش عندنا الحق في تضييع النقاط، فاي ضياع في النقاط يساوي الابتعاد اكثر عن اللقب. فلحد الان مازال كلشي ملعوب، خصوصا ان مازال 9 ديال المباريات، فإلا ربحناهم كاملين فغنحصلوا على 27 نقطه، وهاد 27 نقطه الا زدناها على 45 نقطه غتولي عندنا 72 نقطه. فكلشي بيد اللاعبين، الا بغاو البطوله فخاص اي ماتش لعبتيه خاص تربحو داخل او خارج الميدان. والاخبار اللي كتقول ان الزنيتي ما غيكونش في المباراه بسبب تلقيه 4 انذارات فهذا خبر غير صحيح، فالزنيتي ان شاء الله غيكون. اما بالنسبه لموضوع هيرفي اللي مازال ما بغاتش العصبه تاهلوا، فاللاعب تم التاهيل ديالهم طرف الفيفا تقريبا هذه اسبوع، ولكن العصبه اليومين هذا مازال ما بغاوش ياهلوه لينا وبدون سبب، فقط لانه اختار يلعب في الرجاء. في المقابل كنشوفوا فرق منافسين ديالنا قاموا بانتدابات وتاهلوا ليهم في الحين. فواش حتى لهاد الدرجه ما كاينش النزاهه في هاد البلاد؟ فخلينا لكم الله، هادشي اللي نقدروا نقوله. وفي الاخير اخوتي، هادشي اللي كان في الفيديو ديالنا، كنتمنى الفوز يوم غد ونرجعوا بانتصار ان شاء الله. وقبل ما نساليو الفيديو ما كرهتش دير معك ديك الاشتراك باش تزيد تكبر القناه، وفي الاخر كنقول لكم تهلاو في رزقكم وديما راجع.